مساء الورد والفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. من قلب صربيا وسط أجواء القصور الفخمة والمكايد السياسية الضخمة عاشت قصتنا، وما بين سلطان من ملك الهوى فوق سلطان من ملك الدنيا، وبين أعقل الناس من عصى مراده ولم يعطي الهوى قيادة، حدوتة حب العقل فيها ساب القلب يتحكم. حب أشبه بالعاصفة، العاصفة اللي بتشيل من طريقها أي حد يعترضها. حدوتة حب الملك إلكسندر الصربي ودراجا ماشن في حواديت الحب. أهلا بكم. على ساحل فرنسا الجنوبي الغربي المسمى بالساحل الفضي، كان الملك ألكسندر بيزور الملكة الأم في قصرها الصيفي، وهناك كانت لحظة ما لمحت عينه واحدة من وصفات أمه، ولما سأل عنها عرف إن اسمها دراجا ماشن، وإنها أرملة لمهندس كان في جيشه، بس كان راجل جاف وبيعاملها بشكل وحش. فلما مات رفضت الجواز تاني، وإنها حفيدة واحد من أعز أصدقاء جده، وإنها أكبر منه ب9 سنين. ورغم كده كان شكلها وجمالها ما كانوش مخلين اللي يشوفها يديها سنها وتبان أصغر بكتير، وإن أمه الملكة ناتالي أعجبت بجمالها وتأثرت بشخصيتها اللطيفة فضمتها للبلاط الملكي. وبفضل شخصية دراجا وأخلاقها العالية كسبت احترام وثقة الملكة، فالملكة خلتها وصيفتها الخاصة. كل ده زود إعجاب الملك بيها. وفي يوم صيفي كان الملك بيستمتع بمية البحر، لكن البحر كان مضطرب وأمواجه عالية، وفي لحظة الأمواج غلبت الملك، والملك كان بيقاوم الغرق لكن الأمواج كانت أقوى منه. دراجا لما لمحت ده رمت نفسها في المية بدون تردد، وبمجهود كبير ومحاولات متفانية قدرت تنقذه. وبعد ما كان معجب بجمالها أثارته بإخلاصها وإنقاذها لحياته وشجاعتها اللي مش ممكن يتجاهلها. وبعد اليوم ده زادت مساحات التواصل والود بينهم، وبعد ما رجعوا العاصمة بقى بيطلب يشوفها بشكل مستمر ويطلب رأيها ويستشيرها في بعض الأمور. وكان حب ألكسندر لدراجا كل يوم بيزيد أكتر وأكتر، وما بقتش دراجا مجرد وصيفة، لكن بقت صديقته المقربة ومستشارته الخاصة ونجمة بتنور ليله. وابتدت تنتشر الإشاعات جوه القصر عن علاقة الملك بالوصيفة، والإشاعات بدأت تتسرب بره القصر كمان، لدرجة إن وزراءه شكوا إنه ما بياخدش قرار غير لما ياخد رأيها. وفي وسط كل الإشاعات حوالين علاقة الملك بالوصيفة، الملكة الأم ما كانتش مهتمة، وكانت شايفة إن علاقتهم هتنتهي، فما فيش داعي تتدخل ولا تدي الموضوع أكبر من حجمه. وابتدت وصفات البلاط يسألوا دراجا عن ميعاد جوازها وإمتى الملك هيخليها الملكة. ورغم حبها الشديد ليه كان الكلام بيضايقها، لأنها كانت خايفة عليه، وكانت شايفة إن الحب الحقيقي تضحية مش أنانية. وفي مرة من المرات اللي بيضايقوها بأسئلتهم فيها انفعلت وقالت: الملك بيحبني وده فخر ليا، وأنا كمان بحبه، لكن حبي ليه يمنعني أكون عائق في طريق تنفيذ الواجبات الملكية، وإن الملك لازم يختار زوجة من أصل ملكي عشان بلادنا يكون ليها دول حليفة تعزز قوتها، وعشان بحبه لازم أضحي بسعادتي وأعمل اللي في مصلحته. كلمات طلعت بمنتهى الصدق والإخلاص لملكها وملك بلادها. وابتدت المكايد ونجحوا يوقعوا بين الملكة والوصيفة، وبدأت الملكة تحس بالنفور ناحية دراجا، وابتدت تراقب تصرفاتها وعاوزة تفهم أبعاد العلاقة بين ابنها ووصيفتها. ووصلت لرسالة من رسائل ألكسندر لدراجا، ولما قريتها وشافت مدى تأثيرها عليه وقد إيه بيحبها غضبت جدا وحست بغيرة شديدة، فنادت دراجا وأمرتها تسيب القصر وتطلع بره القصر وبره حياتهم. دراجا كانت عارفة إن ده هيحصل، فما كانتش مصدومة، بس تصرف الملكة زود تعلق الملك بيها، فراح لدراجا يأكد تمسكه بيها ويكرر طلبه للزواج منها. دراجا اللي رفضت طلب ألكسندر للزواج منها كذا مرة عشان مصلحته وعشان ينفذ واجبه الوطني وعشان خوفها عليه وعلى استقرار حكمه،
وكانت دايما تقوله إن ده شرف هي ما تستحقهوش، وإن جوازهم هيصير عليه حروب ومشاكل كتيرة. لكن بعد ما الملكة بعدتها عنه ما بقتش عارفة ترفض زي الأول، وبين خوفها عليه وخوفها إنها تفقده كانت محتارة. ومع تكرار طلبه بإلحاح ووعده ليها إنها لما تبقى زوجته هتبقى في أمان ومفيش مخلوق هيمسها، ورجائه إنها تسمح له يحميها، مع حبه وإصراره إنه مش هيتخلى عنها، قبل الدراجة طلب ألكسندر بالزواج، وابتدى الملك يجهز لجوازه منها. ومع بداية الترتيبات قامت ثورة الاعتراضات في كل مكان، الملكة الأم، الوزراء والنبلاء، وابتدوا كمان يثيروا الشعب ضد الملك. حتى أبوه اللي كان اعتزل العرش لأسباب سياسية وقرر يسيب صربيا ويعيش في فرنسا، وساعتها ألكسندر اتنصب ملك في عمر 13 بسبب تصرفات أبوه، وأمه كانت الواصي عليه لحد ما كمل 17 سنة. لما سمع برغبة ابنه بالزواج من دراجة غضب وبعت رسالة للشعب على لسان واحد من أصدقائه يثيرهم ضده، قال فيها إن خبر جواز ابنه خبر مرعب، وإنه متأكد إن الشعب مش ممكن يقبل بالست دي تبقى ملكتهم، وإنها كفيلة تجيب العار لابنه للأبد. وفعلا ده أثار الشعب جدا، وهنا احتد غضب ألكسندر، وكان رده على أبوه وعلى الشعب في منتهى الحدة. قال مفيش غير ست واحدة في العالم ده كله بحبها، وهختارها على أي حاجة، حتى على التاج، هي الوحيدة اللي بتسعدني، وفي وجودها بنسى تعبي، وهتجوزها مهما كانت النتائج. للأسف الشديد التحدي والعند ده ما زودوش غير غضب الشعب، ورغم كل ده اتجوز ألكسندر دراجة وبقت ملكة صربيا سنة 1900. بيقولوا من أطاع هواه أعطى عدو مناه. وفعلا بزواجه منها بدأ أعداؤه في تدبير المؤامرات، وبدأت أمه تنتقده علنا، وفي كل المناسبات بتظهر اعتراضها الشديد على الملكة وعلى سياساته وقراراته كملك. وفي خطوة مثيرة للجدل نفى الملك الملكة الأم خارج البلاد، وده زود حدة التوتر وأثار الاستياء الشديد في الشعب والجيش. ورغم كل الكراهية اللي حوطت حبهم، إلا إن حبهم لبعض كان بيزيد، والملك كان بيبالغ في تدليل زوجته وتلبية طلباتها، وده زود الكراهية ليهم أضعاف. وابتدت دعوات في البلاد بتطالب بتطهير العرش من اللي دنسته، ومع استمرار الزواج بدون إنجاب وريث زود العداوة ناحيتها، لأن استمرار السلالة الملكية أمر في منتهى الأهمية لاستقرار المملكة، وواحدة من أهم وظائف الملكة هو إنجاب ولي العهد. ومع اشتعال الأوضاع على المستوى السياسي والعسكري وارتفاع مستويات الغضب، حصل انقلاب دموي، وليلة 11 يونيو 1903 تم اغتيال الملك والملكة بوحشية شديدة داخل قصرهم الملكي على إيد مجموعة من رجال الجيش الغاضبين. وباغتيال الملك انتهى حكم سلالة أوبرانوفيتشي وبداية عهد حكم مملكة جديدة. حادث اغتيالهم حدث محوري في تاريخ صربيا. حبهم العاصف المليء بالعواطف اقتلع الأخضر واليابس. حبهم القوي العنيد كان عاصفة عنيفة في وش التقاليد الاجتماعية والسياسية، عاصفة قلعت الدعم العائلي ورفضت الاستجابة الدبلوماسية للمعارضة. حبهم وقراراتهم الشخصية أثرت على تاريخ دولة. حب صمد ضد اعتراض العالم كله. حب كان قوي، بس التقاليد الملكية كانت أكثر صلابة من أي مشاعر. أجمع المؤرخين لو إن الملك اتبع بعض الدبلوماسية بدل التحدي، ومحاولة كسب الدعم بدل بناء العداوة، وطرق أكثر مرونة وتفاهم في حل المشاكل بدل النفي، كان من الممكن تقل الاعتراضات ويستقر حكمه، خاصة إنه كملك كان السبب وراء إصلاحات في البلاد. الحدوتة بتورينا إن الحوار والتفاهم هو لغة حل المشاكل، وإن الحب محتاج التوازن بين العواطف والعقل والمشاعر والواجبات. تفتكروا الحب بيحتاج نضحي بكل شيء عشانه، ولا في لحظات لازم نوازن فيها بين القلب والعقل؟